بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. قال وقوله الحق المبين وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يأخذ الظالم ولو بعد حين. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله منبع الدين وصفوة النبيين صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وأتباعه العز الميامين. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، فإن في التقوى سعادة العباد ونصر المؤمنين في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، والفوز الكبير يوم المعاد. فاسمعوا نداء ربكم وهو يقول لكم يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. فموضوع الخطبة المسجد الأقصى. أيها المؤمنون، من نعم الله ومننه وكرمه أن جعل للمسلمين شعائر يعظمونها، وتعظيمها من دلائل تقوى القلوب ومن علامات العبادة المطلقة لعلام الغيوب. وقد قال الحق تبارك وتعالى بعد ذكره شيئا من تلك المشاعر: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. والشعيرة ما أشعره الله فجعل له مكانه ومقام. وقد سمى الله الشعائر حرمات أيضا، وما أجلاها من إشارة إلى لزوم احترام تلك الشعائر ووجوب صونها وحفظها والذب عنها والحفاظ عليها. وقد قال الله جل جلاله: ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. وإن من شعائر الله والحرمات عند الله المسجد الأقصى، تلك الشعيرة العظمى التي ذكرها ربنا جل جلاله عند ذكره المسجد الحرام، فقال: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. فانظروا عباد الله نظر المتدبرين في قول فاضل السماوات والأرض. وقد قرن ذكر المسجد الأقصى بذكر المسجد الحرام في آية واحدة من آياتها، فأي دليل أعظم من هذا على حرمته، وأي علامة أبين من هذه على عظمته. فحسبه هذا الذكر مع المسجد الحرام تخصيصا وتكريما وتشريفا وتعظيما، ولم يذكر الله جل جلاله اسم مسجد ذكر صريحا إلى اسم هذين المسجدين الكريمين، وهما المسجد الحرام والمسجد الأقصى. وقد اصطفى الله المسجد الأقصى ليكون منتهى رحلة الإسراء والمعراج، رحلة الإسراء ومبتدأ رحلة المعراج، كما اصطفى المسجد الحرام مبتدأ رحلة الإسراء، تلك الرحلة المعجزة التي كانت بخير مخلوق من غير مكان إلى خير مكان. وقد وصف الله سبحانه وتعالى ما حول المسجد الأقصى بالبركة، فإذا كان ما حوله مباركة فكيف بالمسجد الأقصى الذي هو أصل تلك البركة؟ فلا شك أنه أعظم بركة وأكثر خيرا مما حولها. أيها المؤمنون، فالأصل في الشعيرة أنها شعور قلبي، والشعور القلبي إيمان واعتقاد، والإيمان يصدقه القول والعمل. ولذلك جعل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد الأقصى من المساجد التي تشد إليها الرحال، ومعنى شد الرحال إليها ظهور تعظيمها في زيادتها والصلاة فيها وذكر الله فيها، وما ذلك إلى من تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم لشعائر الله وحرماته. فقد أثر عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم قوله: لا تشد الرحال إلا ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى. فكان المسجد الأقصى واحدا من تلك المساجد الثلاثة التي له شأن عظيم في الإسلام. وقد فهم الصحابة الكرام هذا المعنى وتنبهوا لهذه المكانة العظمى. ولننظر في فعل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه الذي فتحت على عهد مدن كثير، إلى أنه لم يمتسلم مفتاح شيء من تلك المدن المفتوحة إلى مفتاح القدس الشريفة التي فيها المسجد الأقصى، فخرج من المدينة المنورة إلى الأرض المقدسة الآخر.
وذكر الله كثيرا. أقول ما تسمعون واستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم وادعوه يستجب لكم إنه هو البر الكريم. الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وللمؤمنين وأشهد أن محمدا رسول الله الصادق الأمين صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وأتباع المؤمنين الصادقين. أما بعد فاتقوا الله عباد الله واعلموا أن المسجد الأقصى من أقدم بيوت الله وضعا في الأرض وقد دلت الآثار على أنه قد وضع بعد المسجد الحرام ب40 عاما. ففي الخبر عن أبي ذر رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أي مسجد وضع في الأرض أول؟ قال المسجد الحرام. قلت ثم أي؟ قال المسجد الأقصى. قلت كم كان بينهما؟ قال 40 سنة. ثم أينما أدركتك الصلاة فصل والأرض لك مسجد وقد شرف الله المسجد الأقصى ليكون أولي القبلتين فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يستقبله في الصلاة وهو بمكة واستقبله بعد هجرته 16 شهرا حتى جاءه الأمر من الله باستقبال المسجد الحرام وهو المراد بالقبلة في قول الله جل جلاله وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. وإن من تعظيم المسجد الأقصى غرس منزلته ومكانته في قلوب النشء فينشؤون والمسجد الأقصى في قلوبهم معظمين شعائر الله. وإن من تعظيم المسجد الأقصى الذي هو من شعائر الله نصرته وتقديم ما يمكن تقديمه في الدفاع عنه وتخليصه من براثين تشريدهم ومحاصرتهم جريا على الدأبهم ظالم. فاتقوا الله عباد الله وأيقنوا بنصر الله ألا إن نصر الله قريب وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم. هذا وصلوا وسلموا على إمام المرسلين محمد الهادي الأمين فقد أمركم ربكم بذلك حين قال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل نبينا محمد كما صليت وسلمت على نبينا إبراهيم وعلى آل نبينا إبراهيم وبارك على نبينا محمد وعلى آل نبينا محمد كما باركت على نبينا إبراهيم وعلى آل نبينا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وعن المؤمنين والمؤمنات وعن جمعنا هذا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تدع فينا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم أعز الإسلام وأهد المسلمين إلى الحق وأجمع كلمتهم على الخير وأكسر شوكة الظالمين واكتب السلام والأمن لعبادك أجمعين. اللهم كن عونا لإخواننا في أرض الأقصى المبارك وكن معهم وثبتهم واربط على قلوبهم وصبرهم واحذل عدوك وعدوهم واجعل الدائرة عليه يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام لا إله إلا أنت سبحانك بك نستجير وبرحمتك نستغيث ألا تكلني إلى أنفسنا طرفة عين ولا أدنى من ذلك وأصلح لنا شأننا كله يا مصلح شأن الصالحين. اللهم ربنا احفظ وطننا وأعز سلطاننا وأيده بالحق يا رب العالمين. اللهم أنزل علينا من بركات السماء وأخرج لنا من خيرات الأرض وبارك لنا في ثمارنا وزروعنا وكل أرزاقنا يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة
وقنا عذاب النار. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعاء. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.